يمكن الناس لما بتسمع كلمة ورم بتتخض جامد جدا. أنا بحب أطمن الناس إن معظم الأورام والحمد لله بتبقى أورام حميدة. طبعا الورم الحميد له علاجه، والورم الغير حميد له علاجات تانية خالص. النسبة العالمية للأورام إحنا مش أكتر من النسبة العالمية، بعكس ما يشاع إن نسبة الأورام عندنا زادت. لأ، في معظم الأورام، وأنا بتكلم على الأورام الغير حميدة، معظم الأورام النسبة بتاعت الموجودة في مصر هي نفس النسبة العالمية. صحيح في حاجات زادت قوي عندنا في مصر، أهمهم أورام الكبد. أورام الكبد وده بسبب الفيروس سي، وده اللي زود قوي النسبة بتاعت أورام الكبد. لكن الحاجات التانية كلها النسبة بتاعتنا اللي موجودة في جمهورية مصر العربية هي نفس النسب العالمية، ومعدلات الشفاء عندنا برضو تقارب جدا المعدلات العالمية. يمكن أهم حاجة في الأورام الغير حميدة اللي احنا بنحرص دايما ان احنا نقولها وان احنا نوعي الناس، ولو ان دلوقتي الناس بقى عندها درجة كبيرة جدا من الوعي، وهي الاكتشاف المبكر. طبعا كل ما اكتشفنا الورم بدري كل ما كانت نسب الشفاء عالية جدا 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 جدا. يمكن طريقة علاجات الأورام الغير حميدة بتعتمد أساسا على الجراحة لو نقدر نعملها. لو ما قدرناش نعملها، في دلوقتي العلاجات المكملة للجراحة أو المصاحبة للجراحة، سواء كانت قبل الجراحة أو بعد الجراحة، وهي كانت العلاجات الكيميائية والعلاجات الإشعاعية باختلاف أنواعها. وطبعا كل ورم بيختلف علاجه عن الآخر حتى لو نفس التشخيص. عشان كده مش عايز الناس تتخض وتقول والله ده فلان كان عنده كذا وحصل له كذا. عايز اطمنه ان ممكن جدا يكون نفس شخص تاني عنده نفس التشخيص، بس طريقة علاجه بتختلف خالص. طريقة الابروتش او الاقتراب من العلاج نفسه، سواء هنعمل جراحة الاول او مش هنعمل جراحة الاول، سواء هنبتدي بعلاج كيميائي او علاج اشعاعي. فمش عايزين الناس تتخض من هذا الموضوع. حب اطمن الناس ان كل يوم في جديد، وكل يوم في اكتشافات جديدة جدا في طريقنا، ان احنا ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نقضي على الاورام دي خالص. يمكن اهم الاكتشافات الحديثة اللي هي حصلت مؤخرا هي اكتشاف انواع جديدة من العلاج الكيميائي، انواع جديدة من العلاجات الموجهة. في حاجة اسمها العلاج الموجه، واحدث حاجة دلوقتي اللي هو العلاج المناعي. كل ورم بيبقى له العلاجات بتاعته، سواء دي اورام رئة، اورام ثدي، اورام قولون، او اورام مخ. كل الاورام كل حاجة وليها العلاج بتاعها، ومعظم هذه العلاجات موجودة في جمهورية مصر العربية بفضل الله. ويمكن دلوقتي احنا عندنا المبادرات الرئاسية الحقيقة اللي هي بتساعد ناس كتيرة جدا عشان نوفر لها أحدث ما توصل إليه العلم من هذه العلاجات، لأن معظم هذه العلاجات بتكلف المريض تكلفة عالية نسبيا طبعا. ولذلك إن هذه المبادرات بتساعد ناس كتيرة جدا إن احنا نبتدي لها العلاج اللي المفروض تبتدي بيه. وإن شاء الله بإذن الله كل سنة وانتم طيبين، ونطمن عليكم دايما.